هلا حبايب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بصحة وسلامة والف خير. اليوم راح اقدم لكم طريقة عمل الريزو، وانا مقدمته سابقا على القناة بس راح اعيده حسب طلبكم. المكونات جدا بسيطة وان شاء الله متوفرة في كل بيت. عندنا صدر دجاج، وكمية الدجاج حسب الرغبة، وطريقة التقطيع حسب الرغبة. طبعا عندي صدور دجاج قطعتها بهذا الشكل مكعبات، وحاولوا تضغطوها بهاي ايدكم بهيج الشكل. طبعا هذه صدور دجاج غسلتها كل زين ونقعتها بالخل والحامض، حامض الليمون، ومثل ما قلت لكم حاولوا يعني ترققوها بهذا الشكل. وعندي تمن او رز، كمية التمن حسب الرغبة وحسب عدد افراد العائلة، نقعته تقريبا ربع ساعة، ونوعية التمن حسب الرغبة. وحبة بصل قطعتها ناعم بهذا الشكل. وعندي هنا كوب طحين خلطت وياه نص كوب من النشا. والبهارات هذه قدامكم، هي ملح وماجي دجاج وفلفل اسود وبابريكا وثوم باودر وبصل باودر وقليل من الكمون. وبالنسبة للصلصة بعدين اشوفكم شو راح نستخدم للصلصة. وهسه راح نبدي بطريقة العمل. بسم الله. اول ما نبدي راح نصفي صدور الدجاج ونضيف لها البهارات. هسه حبايب صفينا صدور الدجاج بهذا الشكل، وهذه البهارات راح اخلطهم بهذا الشكل وراح اقسمهم الى قسمين. قسم اضيفه على الدجاج وقسم اضيفه على الطحين. هسه حبايب خلطت البهارات كل زين، ضفت قسم على الدجاج، وهذا القسم الثاني راح اضيفه على الطحين والنشا، وراح اخلطهم وهنا الدجاج هم راح اخلطه ويا البهارات بهذا الشكل. وراح اخليهم بالثلاجة الى ان نطبخ التمن. هسه حبايب راح نبدي نطبخ التمن. خلينا جدر على النار، راح نضيف له القليل من الزيت النباتي او زيت الزيتون حسب الرغبة، وراح نضيف البصل. نحرك البصل الى ان يدبل، وحتى يدبل البصل بسرعة نضيف له رشة من الملح. دبلت البصلة هسه نضيف البهارات. راح اضيف القليل من الفلفل الاسود رشة، ورشة من الدارسين او القرفة، ورشة من الكمون، وراح اضيف كركم ينطي اللون الحلو للتمن او الرز. هسه راح اضيف التمن. بسم الله. وقلت لكم كمية التمن حسب الرغبة، يعني حسب عدد افراد العائلة. ونخلط التمن ويا البهارات. هسه حبايبي راح اضيف المي، والمي لازم يغطي التمن. بسم الله. شوفوا كمية المي تغطي التمن او الرز. هسه اخر شي راح اضيف ماجي الدجاج، هاي الاضافة حسب الرغبة. هذا انا استخدم ماجي باودر. اضيف الملح، والماجي هم مالح لازم تنتبهون. وهسه راح اغطيه واعوفه الى ان يمتص الرز كل المي مالته، وبعدين يلا نخليه على التهديب. هسه حبايبي هذا الرز شوفوا شلون
امتص كل السوائل بهذا الشكل. هسه راح نخليه على التهدير على أوطى نار عندنا على الطباخ. وهسه راح نبدي نسوي الصلصة للريزو. هسه حبايبي راح نسوي الصلصة للريزو. خليتي هنا كاتشب وعليه ملعقتين من المايونيز، نخلطهم بهذا الشكل. راح اضيف ملعقة من العسل وكمية كلش قليلة من الشطة قطرات، ونخلط كل المكونات بهذا الشكل. اذا يعجبكم تضيفون خردل حسب الرغبة، بس هاي الصلصة كلش طيبة، طعمها كلش طيب والعسل ينطيها حلاوة كلش طيبة. هسه حبايبي هذا التمن بسم الله على التهدير. شوف شلون صار. هسه راح نقلبه لأول مرة. ما شاء الله. وهسه تقريبا استوى. راح نطفيه ونقدمه بالشكل النهائي. ولونه كلش حلو اصفر. بالكاميرا ما طالع اللون يعني مضبوط، بس لونه كلش حلو وريحته كلش طيبة. اتمنى تجربوه حبايبي. هسه حبايب راح نسوي الدجاج المقرمش للريزو. راح اخذ 3 ملاعق من الطحين اللي سويناه بالبداية وتبناه، وراح اضيف له كمية من المي بالتدريج ونخلط الى ان نوصل للقوام اللي نريده. نضيف بعد مي. ضفنا المي للطحين والنشا، صار بهذا القوام. هذا القوام اللي يريده. هسه راح نضيفه على الدجاج اللي تبلناه ونخلطه بهذا الشكل. أنا ما أخلي بيض للخلطة، بدون بيض، وهواية ناس ما يفضلون البيض. تطلع نفس النتيجة. هسه راح نضيف طحين بهذا الشكل. وراح نخلي قطع الدجاج على الطحين. بهذا الشكل. بهذا الشكل تصير. ومثل ما قلت لكم حبايبي تقدرون تستخدمون هذه المطرقة تدقون بيها اللحم مالت الدجاج، او تضغطوها بايدكم بهذا الشكل. الثاني دا اجمعهم هنا هذا المكان، وبالايد الثانية اطلع اللحم، وبهذه الايد اخلطه ويطحن. ونستمر بهذه الطريقة. هسه حبايب راح نبدي نقلي الدجاج. هذا الدجاج صار بهذا الشكل. خلينا قهوة على النار، وخلينا بيها زيت غزير، زيت نباتي او زيت الزيتون، او اذا تحبون تقلوه بالقلاية الهوائية، كيفكم حسب الرغبة. وجبت هنا صحن خليت عليه ورق مطبخ، وهذا التمن او الرز. شوفوا شلون صار ما شاء الله، ونثري كمل. طفيناه. طبعا هسه ننتظر الزيت يحمى كل الزين. يلا نبدي نقلي. وهنا عندنا العشق
شوفوا حبايبي شلون صارت قطع الدجاج. قلت لكم تقدرون تطرقوها بالمطرقة او يعني هيجي تضغطون عليها بايدكم هم تصير، لان احنا من ننقع الدجاج بالخل الابيض والحامض راح يصير كلش طري، يعني بكل سهولة تضغطون عليه بهذا الشكل. هسه راح نبدي نقليه بسم الله. وقلت لكم يعني بس هذه التتبيله مالت الدجاج تقدرون تستخدموها كعشاء، وانا مقدمتها سابقا على القناه اصابع الدجاج المقرمشه. طبعا النار متوسطه حتى يستوي الدجاج من الداخل على راحته. اكيد كل العائله تحب الريزو، فبدل ما يطلبوه من المطاعم سوي لهم بالبيت بطريقه حلوه وسريعه ونظيفه واقتصاديه. طبعا اليوم قدمت الريزو حسب طلبكم وحسب طلب اولادي، كلش يحبون الريزو خاصه قموره كلش تحب الريزو. شوفوا هسه مرت قطع الدجاج من الأسفل. هسه نبدي نقلبهم. والريحة ما أقولكم عليها كلش طيبة ومشهية. هسه حبايبي شوفوا اللون الذهبي الحلو. هسه نحاول نطلعهم على ورق مطبخ حتى يمتص الزيت الزايد. شوفوا هذه القطع ما شاء الله مستوية كل زين. لأن مثل ما قلت لكم النار وسط، قطع الدجاج تسوى على راحتها. صوت القرمشة. وهذه حبايبي كمية الكنتاكي او الدجاج المقرمش اللي طلعت. هسه راح نبدي نصب اكلتنا ونرتبها مثل المطاعم. وهذا حبايب الريزو، شوفوا شلون صار ما شاء الله. هسه راح نصبه ونقدمه بالشكل النهائي. شوفوا التمن شلون نثري وريحته كلش طيبة. اتمنى تجربوه حبايبي. وهنا هذا الدجاج. وهنا حبايبي راح نخلي قطع الدجاج. وزعنا قطع الدجاج على التمن او الرز بهذا الشكل. خليت الصلصة بهذه العلبة مالت الكاتشب. هسه راح نضيف الصلصة بسم الله. أكلة سهلة وسريعة واقتصادية. أتمنى تجربوها حبايبي، ولا تنسوني باللايك والاشتراك وضغطوا على الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد من مطبخ سهى. ومليون عافية.